الفنان كمال الشناوي قدم العديد من الأدوار على مدار حياته. تنوعت أدواره بين الخير والشر والدراما والكوميديا. أكثر من 272 فيلم قدمهم طوال مسيرته الفنية. أبدع وتألق، وفي بعض الأحيان فشل كما اعترف هو. الفنان سمير صبري كان بيصور معاه فيلم جحيم تحت الأرض، وكان الكلام ده في أغسطس والدنيا حر جدا، وكان بيوقفوا التصوير الساعة 1 لحد الساعة 3. في إحدى المرات جرى حوار بين سمير صبري والفنان كمال الشناوي. هو مقل جدا كمال الشناوي في أحاديثه، لكن الحقيقة الحوار بتاعه ده مهم جدا. هو قال له: أنت غنيت وأنت هاوي موسيقى وعملت أغنية مع شادية؟ فقال له: طبعا عملت أغنية مع شادية، وما تنساش كمان ان انا عملت اغنيه في فيلم مع شادية برضو، في فيلم وداع في الفجر، وللاسف منع في التلفزيون المصري، لان في صوره كانت للرئيس مبارك وهو بيدرس لهم في كليه، في الفيلم بيدرس لهم في كليه الطيران. المشهد توتالا ما كانش بيركز، لكن منع وظل ممنوع لمدة 30 عام طوال حكم الرئيس مبارك. سمير صبري بسخرية يعني بضحك كده قال له: طبعا يعني ما ينفعش رئيس جمهورية يبقى كومبارس في فيلمك، ده حتى ببلاش. وبعدين قال له: انت ندمان على الافلام؟ قال له: طبعا في 20 فيلم من افلامي انا ندمان، زي مثلا آه، افلام زي الجبلاوي وضرب الجزاء والصراغه، يعني في نجاح وفي فشل. قال له: مين اجمل فنانه عملت معاها؟ قال له: ليلى مراد، كانت هاني من الهوانم، من هوانم العصر الذهبي. وقال له: مش هي بس، الحقيقه كان في ليلى فوزي والهام حسن وصباح وماجده وشاديه وفاتن حمامه. قال له: زمن تاني خالص. قال له: طب مين الفنانه اللي انت كنت تتمنى ان تتزوج منها؟ قال له: الفنانه لولا صدقي، انا كنت شايفها اجمل واحده في الدنيا، لكن لما اشتغلنا مع بعض بقت جميله، فما تقدمتش للزواج. قال له: طب ايه رايك في المراه؟ ايه اللي يعجبك ايه في المراه؟ قال له: خد بالك انا رسام، اعشق الجمال، انا اعشق الجمال. الحوار بتاع سمير صبري موجود في كتابه الشيق والممتع حكايه العمر كله، وانا حبيت اقول لك على هذا الحوار. تحياتي.